اشرف بن شرقي ينقذ الاهلي بهدف، يعني بصراحه وفي مباراه صعبه جدا، اسوء مباراه لكابتن عماد النحاس النهارده يا جماعه. وياسر ابراهيم عمل مباراه وشال هدف الدوري لو الاهلي خد الدوري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، برحب بكل متابعيني وحبايبي في كل مكان. سهره رياضيه جديده، ما زال اشتعال الدوري مستمر. الاهلي يفوز بصعوبه بالغه على سيراميكا كليوباترا بهدف لاشرف بن شرقي في مباراه صعبه جدا 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 على النادي الاهلي النهارده يا جماعه. اول مره اشوف النادي الاهلي يعني الخطوط متباعده تماما بعد ما الاهلي كسب الحدود 5، كسب المصري 4 وكسب بتروجيت 3. يعني اول مره اشوف النادي الاهلي النهارده مش قادر يطلع من نص ملعبه. انت متخيل يعني انت النهارده اللي بيتفرج على النادي الاهلي النهارده، ياسر ابراهيم النهارده هو راجل المباراه بصراحه من وجهه نظري، مش اشرف بن شرقي ابدا. حتى الشق الهجومي وسام ابو علي النهارده مش في حالته. في بعض العناصر النهارده في ميس باص كتير في وسط الملعب، عند مروان عطيه، عند السوليه كذلك. لكن الاهلي بصراحه النهارده يعني اسوء مباراه النادي الاهلي ممكن تشوفها في الدوري. لكن الاهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي يقول لك انا الحمد لله انا اتعشت على كده يابا، انا خدت 3 نقط وخلاص. يعني اي حد النهارده بلسان جمهور النادي الاهلي يقول لك انا خدت 3 نقط النهارده، بالنسبه لي 100 فل 14 النهارده. على الجانب الاخر يعني كابتن علي ماهر عمل مباراه تاريخيه، مباراه تتحط في السي في بتاع كابتن علي ماهر النهارده. انت متخيل فرقه كليوباترا عملت كل حاجه؟ عملوا كل حاجه في الكوره النهارده الا التسجيل. يعني كوره في الشوط الاول اللي فخري لقاي بيتعزم على المرمى، يعني تحس شفت انت كده بتلعب بلاي ستيشن والدراع معلق شوط، الدراع معلق يلا انت بتلعب مش عايز شوط. تعامل معاها الشناوي وطلعها. الشوط الثاني طبعا يعني الشوط الاول قلنا ممكن كليوباترا للشوط الثاني المعدل البدني ينزل، لكن بصراحه انت بتتكلم على توني، احمد بالحاج، بوبو، مع الثلاثي الامامي طبعا فخري لقاي واسلام عيسى وزلاكا. طبعا الثلاثي دول كانوا عاملين قلب، بدليل ان احنا ما شفناش اكرم توفيق في نص ملعب كليوباترا، كذلك كوكا ما شفناش انطلاقات من الاطراف. عشان كده دايما طاهر في الزحمه، دايما الزياده العدديه كليوباترا في وسط الملعب، كل كوره بياخدوها الكوره الثانيه متفوق عليها كليوباترا. فلذلك النادي الاهلي النهارده مش قادر ان هو يبادر، مش قادر النادي الاهلي يعمل عمليه بيلد اب وعمليه يخلق الفرص ويروح بيها للمرمى. اسوء مباراه بعد رحيل كولر النهارده ماتش كليوباترا. وانقاذ طبعا ياسر ابراهيم، لازم نحيي ياسر والعش النهارده، ثنائيه عظيمه جدا. تخيل كده يا حبيبي اخوك كده لو ربيع بيلعب جنب